شفتوا ميدو بيقول ايه على الهوا؟ معلش بس استحملوني دقيقتين لان من كترهم انا كاتباهم. ميدو بيقول لك لا يجوز مساومه المنتخب لا اهلي ولا زمالك ولا حتى مارسيليا. هو انا مش عارفه اشمعنى مارسيليا، مع انه ممكن يقول مركز شباب وحمص وتبقى نفس الفكره عادي مفيش مشكله. بس هو يا ميدو حازم صاحبك بيحكي لك على كل حاجه، بس ما قالكش ان مرتضى شكره على الهوا عشان طلع لعيبه الزمالك من معسكر المنتخب عشان ماتش في تمهيد افريقيا. طيب يا ميدو الاهلي ده مش عنده ماتش ببطوله افريقيه والمنتخب عنده ماتش ودي مالهوش اي 30 لازمه. وبعدين الكره المصريه ملاعب سيئه وتصوير سيء، بس الاسوأ يا ميدو نادي بتعمل له احتواء قدام مصر كلها. هو يا ميدو ينفع ان حازم امام يأيد لعيبه وتشكره والقيد موقوف؟ هو ينفع احمد مجاد يخبي ان ناديك قيده موقوف بالاتفاق مع حسين لبيب؟ هو يا ميدو ينفع الاتحاد يجدول لك مديونات وما بتدفعش وكل الانديه بتدفع؟ هو يا ميدو ينفع ان هيئه استاد القاهره تقول ان كل الفرق بتسدد اللي عليها مقدما الا الزمالك عليه مديونيه 4 مليون ونص؟ هو يا ميدو ينفع يبقى عليك ضرايب اكتر من مليار جنيه ولسه بتاخد تراخيص؟ هو يا ميدو ينفع كلاتنبرج يفضحنا في العالم بسبب نادي واحد اتهمه بالشذوذ وهدد حياته زي ما قال؟ هو يا ميدو ينفع مسؤول رسمي يقول هنجيب للمستشار الحكم اللي بيحبه؟ طيب هو ينفع فريق مصري يكون بيلاعب فريق مصري ويطلع مسؤول في الاتحاد يقول الحكم هيكون مصري علشان المستشار عايز بطولة؟ طيب والله يا ميدو اللي مبوظ الدوري مش الحلاق اللي يحلق لكل اللعيبة حلاقة واحدة، لا، ومضايقك اللي مبوظ الدوري انت وناديك.